عزومة العيد ولمة الحبايب، كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. عايزة اقول لكم اللحمة طالعة بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. دايما الحاجة اللي فيها لله بتبقى طعمها رائع، وبيبقى ربنا مبارك فيها بشكل مش طبيعي الحمد لله. دي عايزة اقول لكم فتة بالعيش بس، ودي فتة بالرز والخل والثوم العادية بتاعتنا المصرية الأصيلة. ودي اللحمة الضاني بس بالعظم، وفي لحمة طبعا قطع من غير عظم للولاد. الصلصة عملناها مع بعض. كل حاجة هعملها لكم في الفيديو بكل تكاتها. احنا حاولت ارضي جميع الاذواق. لان في ناس بتحب اللحمة عليها صلصة كده، وفي بيحبوا اللحمة كده سادة بس ومحمرة. فحبينا نعمل كل حاجة. الرقاق مش قادرة اقول لكم جماله بقى، وطالع كأنه فطير مشلتت رائع. يلا بقى، لو انتي اول مرة معايا في التشانل ما تنسيش تعملي لايك وتعملي سبسكرايب وتدوسي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين الرقاق؟ انا مش بحبه تخين بصراحة، انا يدوب بعمل سمكه رقيق شوية. بيبقى عبارة بس عن 5 طبقات من فوق و5 طبقات في القاع، مش اكتر من كده. بصوا شكل السفرة، اتفضلوا معانا والله لو ينفع يا ريت. يلا بقى بينا على الفيديو بتاعنا نشوف هنعمل ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله، انا مطلعه هنا لحمه بالعظم ولحمه عاديه. وطبعا دي لحمه مفرومه وجنبها حتت ليا كده جميله هنعملها للكفته. اللحمه المفرومه دي انتي بتاخدي اللحمه بتاع البطن بتاع الخروف وبتفرميها. معايا بصلتين حلوين كده، البصلتين دول هقشرهم كده معاكم. وهنبدأ نتبل الكفتة بتاعتنا. انا مش هعصر المية بتاعتهم ولا حاجة، انا هحطهم زي ما هما كده وهقلب بيهم الكفتة لان انا هعملها في الفرن. فانا محتاجة المية تخليها جوسي وتخلي طعمها حلو ان شاء الله. في الفيديو بتاع المشويات هعملها معاكم بالطريقة بتاعة الحيتي بالظبط. فرمت البصل وحطيت قرن فلفل حامي وبدأت اتبل ملح فلفل 7 بهارات. بابريكا مدخنة، عايزاكم يا جماعة تجربوها هتعجبكم جدا جدا. بتدي نكهة تحفة. عايزة اقول لكم اللي هبدأ احطها في الميكسر بتاعي كده وهضربها ضربة عشان تنعم مع اللحمة. هرستها بالطريقة دي كده وهبدأ اخلطها بقى باللحمة بالتوابل بتاعتي. ويفضل يا جماعة ان الكفتة لما تيجي تعمليها وتتبليها حاولي دايما تعمليها قبلها بيوم، او تعمليها الصبح بدري وانتي هتعمليها على الغدا، يعني تقعد حوالي مش اقل من 4 5 ساعات في التتبيلة بتاعتها. كل ما تفضل في التتبيلة كل ما لقيتيها مسكت معاكي وبقت زي الفل، وما تفكش لا من على السيخ ولا اي حاجة. معلش بعتذر لكم بقى على الهزة بتاعت الصورة دي عشان الستاند اتحرك مني. بصوا بدأت اقلب كده وهخلطها خلطة كويسة جدا، واللي وقع ده بلمه كده ارميه. بنقلب بالطريقة دي كده لغاية ما الميكس كله يمتزج تماما وتبقى خليط ناعم زي ما انتم شايفين كده قدامكم. حطيت حلة اهو على النار، بسيبها تسخن قوي وبعدين ادي صدمة. اللي استنى عمال يتحرك، معلش يا جماعة بعتذر لكم. احط بقى اللحمة بتاعتي اديها صدمة كده كويسة عشان اقفل المسام بتاعتها. بصوا الحلة سخنة جدا، انا طبعا يعني انا كاتمة الصوت بتاعها علشان الحقيقة لقيت الطشطشة هتبقى عالية قوي فهتلغوش على الفويس بتاعي. تمام. بصوا بقى مش قادرة اقول لكم البخار اللي طالع ده خلى الريحة شكلها ايه. وزي ما قلت لكم في الفيديو بتاع روتين العيد، دايما الخروف هاتوه برقي بتلاقوا الطعم والريحة فرق شاسع. انا هنا حطيت ورق لوري حطيت فلفل اسود حصى، قطعت بصلاية كده حتت صغيرة حبهان علشان اتبل الشوربة بتاعتي. تمام. ورق اللوري كان فيه عود كده خشب فشلته. وكل كده اما اللحمة لونها يغير بتقلبيها على الناحية التانية علشان طبعا تقفلي المسام بتاعها. حطيت مية في الكاتل سايباها تغلي. تمام. وهي دي اللي هزود بيها اللحمة. مش هينفع ابدا ان انتي تزوديها مية باردة. يعني طالما شوحتي الحاجة يبقى يفضل ان انتي دايما تحطي عليها مية سخنة. الطماطمية الجميلة بتاعتنا دي برضو قطعناها كده عشان تدي كده طعم ولون للشوربة.
طبعًا الشوربة كل ما تبّلتيها حلو، ده بالإضافة إلى إن اللحمة طازة، فطبعًا بتفرق معاكِ في أي حاجة بتعمليها بيها، إن كان الرز أو الفتة أو أي حاجة يعني. بدأت كده أقلّب، آخد الجزء اللي تحت أطلّعه فوق، أغطّي عليها بقى شوية علشان تتكمر. حطيت في بولة هنا حتة زبدة، وحطيت عليها شوية زيت عباد، وهادخّلها الميكروويف، وهي دي اللي أنا هاعمل بيها الرقاق. سِبتها في الميكروويف ورجعت تاني أقلّب اللحمة تقليبة كمان علشان أطمن إنها كده تمام. آدي أهي المَيّة المغلية، نغطّي بقى عليها ونسيبها تستوي براحتها. معلقة القشطة اللي دايمًا ما باستغناش عنها في الرقاق، بتدّي طعم بصراحة رائع ليه، وبتخلّيه مورّق كده وتحفة. حطيت عليهم ملح وفلفل وأقلّبهم تقليبة كويسة جدًا. فاكرين العصاج اللي جنبي ده؟ العصاج ده اللي إحنا كنا عاملينه في فطار الوقفة وما عرفتش أعمل بيه الرقاق، أو بمعنى أصح يعني كانت كمية المحاشي كبيرة، فقُلنا نأجّل الرقاق وقت تاني. جِبت صينية كده دهنتها بالخليط اللي أنا عاملاه، وهي دي اللي هاعمل فيها. والصينية دي اللي هاحط فيها الشوربة اللي أنا هابِل فيها الرقاق بتاعي. طالما الرقاق ناشف يبقى تبِلّيه في الشوربة. طب افرضي أنتِ عايزة تعملي رقاق وما عندكيش شوربة، هتعملي إيه؟ هتجيبي مَيّة هتغليها في حلة، وتحطي عليها معلقة سمنة بلدي، وتتبليها بملح وفلفل وشوية زيت، وتحطيها كده في الصينية وتبِلّي بيها الرقاق، وهيطلع معاكِ أحلى رقاق. بس حطيت برضه فلفل بانكّعها زيّها زي أي حاجة، لإن طبعًا كل ما تبِلّي فيها الرقاقة بتاخد من طعم التتبيلة دي، غير إن أنتِ كل طبقة رقاق يعني ترُشّي عليها ما ب مش مش بتتوزّع كويس. بُصّوا نوع الرقاق ده أنا جِبته من فتح الله، حلو جدًا، ميزته إن في علبة محكمة والعلبة قوية، فما لقيتش حاجة منّه متكسّرة بصراحة. بُصّوا بتبلّوا الرقاقة كده بسرعة جدًا، يعني ثواني، ثواني، لإنِّك لو سِبتيها هتبوش. وباحط طبقتين كده يملوا القاع بتاع الصينية، وأدهن بالخليط اللي أنا عاملاه بتاع الزبدة الزبدة والزيت والقشطة. أنا باحط 5 طبقات في القاع، بين كل طبقة والتانية بادهن بالفرشة. طبعًا ممكن تدهني بمعلقة وكل حاجة لو أنتِ ما عندكيش فرشة، بس الحقيقة الطريقة بتاعة المعلقة دي بتخلّي كمية الدهون عالية أوي، وبتبقى تقيلة جدًا. حطيت كده ال5 طبقات، بدأت أنزل باللحمة المفرومة. اللحمة بالمناسبة لونها آخد اللون الأحمر الفاتح ده، لإني برضه لمّا البابريكا عجبتني حطيت عليها معلقة منها، فاديتها برضه ريحة تحفة. بُصّوا، فرشت كده اللحمة المفرومة، وبدأت أحط الطبقات التانية ال5 طبقات التانيين، وأدهن بالطريقة دي كده. وأنا قطعت حتّة، أنتِ طبعًا بتقطّعي مستطيلات كده رفيّعة عشان تملي الفراغات بتاعتِك في الصينية. وكده، كده التشريبة اللي إحنا بنعملها طبعًا بتخلّيه كلّه متماسك ومش فاكك من بعضه ولا أي حاجة. بُصّوا، بين كل طبقة والتانية ندهن دهنة حلوة. نيجي بقى نقفّل الفراغات الصغنّنة كده في الجناب، ولو عندِك حتت كده صغنّنة بتمليها برضه بالحتت اللي بتبقى متكسّرة منِّك. كده صينية الرقاق بتاعتي تمام جاهزة. أدهن برضه الوش بتاعها ونعمل مع بعض التشريبة. حطيت هنا بيضة، بس للأسف الكاميرا ما صورتش. حطيت هنا بيضة، وحطيت نص كوباية لبن وملح وفلفل على باقي الخليط بتاع الزبدة والقشطة. تمام. وبتجيبي صينية الرقاق وبتقطعيها قبل ما تدخل الفرن، لأنك لو دخلتيها الفرن في الأول هتلاقيها بدأت تتكسر منك ومش هتبقى كويسة. تمام. بتقطعيها بقى مربعات، معينات، مثلثات، زي ما انت عايزة. بصوا أنا قطعتها هنا بالطول، وبعدين بدأت أعملها على شكل سمبوكسة كده، وأنزل بقى بالتشريبة التحفة دي على الوش، وأوزعها كده بالفرشة كويس قوي عشان أطمن إنها تخللت طبقات الرقاق كلها. ندخل بقى صينية الرقاق في فرن سخن على الشبكة اللي في النص. دلوقتي هنعمل الصلصة بتاعة الفتة. حطينا حلة كده على النار وفيها شوية زيت. الزيت يسخن، نحط معلقة صغيرة توم. أول ما يحمر هنزل بالصلصة على طول.
احط كده شويه كزبره، رشه فلفل، حبه ملح صغيرين مش كتير، واقلب كده. خلاص بدات ريحه الثوم تطلع. لو انتم ملاحظين انا مش حاطه زيت كتير لان الدهون عاليه قوي النهارده بصراحه. الشوربه سمينه طبعا عشان لحمه ضاني والرقاق والدقيق وفته، يعني ربنا يستر نطلع من العيد على خير كده. خلاص كده تمام. هنزل بقى بالصلصه. انا طب زياده حطيت كل الكميه هتغلي وتتسبك، والزياده هشيلها في كيس في الديب فريزر او في علبه. حطيت حله على النار اهي، هعمل فيها التتبيله بقى، الشوربه اللي هسقي بيها الفته. انا بحب احضرها كده في حله لوحدها، بخليها بتوابلها بحالها علشان ما العيش والرز يبقوا نفس الطعم وكلهم يتشربوا منها. حطيت شويه الزيت كده حلوين. بصوا بقى حبه توم حلوين كده، يبدأ بس ياخد اللون الذهبي الفاتح، واضيف الخل. حطينا الخل كده. الحقيقة انا ما بحبش احط خل كتير، يعني هي بس مجرد الطعم يعني. احط ملح لاني لسه ما ملحتش الشوربة، فخلي بالك لو انتي مملحة الشوربة بتاعتك خلي بالك من الحتة دي عشان ما تبقاش حادقة منك. ابني حبيبي ربنا يكرمه لي عمل لي الثوم وقطعهولي وبيعمل لي نسكافيه دلوقتي. نبدأ بقى كده اخد الشوربة الحلوة التحفة كده. احط معلقة فلفل. بصوا الشوربة جميلة ومركزة ازاي. ابني كان واقف جنبي يزاولني زي ما انتوا سامعين كده، كنا شغالين مناوشات في بعض. اسيبها تغلي للفتة وهرجع لكم تاني. هنعمل بقى الرز الابيض بتاعنا للفتة، طبعا ما نقدرش نستغنى عنه. حطيت كده الحلة بتاعة الرز على النار وهنزل فيها بشوية زيت عباد. حابة بقى تزوديه مية تمام، حابة تزوديه شوربة برضو تمام، دي على مزاجك انتي. بس بما ان في شوربة والشوربة حلوة يعني وطعمها حلو هنزوده شوربة. هسيب بقى الزيت يسخن وهجيب الرز وهحطه عليه دلوقتي. بقى كده بالرز كده بفضل اقلب فيه لغاية ما يتغلف كل حباية بالزيت عشان يبقى مفرفر معاكي. هو كده خلاص بقى تمام اهو. بصوا شكله ايه. ابدأ بقى اضيف عليه الشوربة. حابة تضيفي مية ضيفي، بس هتبقى مية مغلية. كده خلاص تمام معايا. انا مش هحط ملح لان انا مملحه الشوربه خلاص، فهكتفي بالملح بتاعها. وطبعا الخل بقى، الصلصه عليها ملح والشوربه بالخل والثوم عليها ملح، فكفايه عشان ما يبقاش حادق. نغطي سيبه يستوي براحته. تعالوا نعمل مع بعض الكفته. طلعت بقى كده الكفته من التلاجة وهنبدأ نصبعها مع بعض. طلعت كده الكفته من التلاجة خلاص وهنبدأ نصبعها مع بعض. جبت الصاج بتاع الفرن هديله رشة زيت كده برضو. هي طبعا عليها ليا وعليها كل حاجة بس برضو احتياطي. هعملها على ظهر المعلقة عشان هتبقى مفرغة من جوه فما تاخدش معايا سوا وفي نفس الوقت تبقى مظبوطة. يلا بينا بسم الله. طبعا هي تماسكت وبقت حلوه جدا خلاص. ولو حتى عاملاها على سيخ مش هتفك. ان شاء الله هبقى اعمل معاكم فيديو تاني للمشويات. بدأت كده اصبع الكفتة على ظهر المعلقة علشان تبقى مفرغة من النص. لو عندك سيخ شيش طاووق او سيخ شوي ممكن تعملي عليه. الكفته بتاعتي جاهزه اهي. هدخلها الفرن واطلع الرقاق وهوريكم شكله بقى ايه. بصوا الرقاق طالع عامل ازاي يا جماعه، روعه، فطير مشلتت. مش قادره اقول لكم على الجمال ولا الريحه اللي قلبت الدنيا. جربي بقى بنفس الطريقه وان شاء الله هيعجبك وجدا كمان.
طري وفي نفس الوقت مقرمش بس سخن جدا فمش عارفه اقطعه. هوريهولكوا في ساعه التقديم. دلوقتي دخلت الكفته الفرن تستوي بقى، وهنرجع باخر حاجه خالص هحطها عليها، تركه مهمه جدا وهتفرق قوي في الطعم قبل ما نقدم الاكل بتاعنا على السفره. بعد الكفته ما طلعت من الفرن واستوت معايا بقت زي ما انتوا شايفين كده. بدأت أرصها كده في ورق فويل واحطها على بعضها كده، وجبت عملت زي قب كده من الفويل وولعت فحمة وحطيتها، وحتة اللي انا حطاها في الركن دي حطيتها على الوش، بتخليها تدخن دخان ريحته حلوة وفي نفس الوقت بتدي نكهة حلوة قوي للكفتة. هسيبها بقى كده على جنب لغاية ميعاد التقديم، ونيجي نعمل مع بعض الفتة. نجيب بقى البايركس بتاعنا كسرت فيه العيش الناشف بالطريقة دي كده. انا محمصتش عيش في الزيت ولا في الفرن بصراحة، انا شارياه عيش ناشف كده وكسرته وبدأت اتبله بالشوربة اللي عملناها مع بعض، اللي هي بالخل والثوم والملح والكزبرة والفلفل، وعايزة اقول لكم كان طعمها روعة. الرز بقى اللي عملناه مع بعض بالشوربة الضاني خليته فيه لمعة، فيه ريحة حلوة قوي. بدأت افرده كده على الوش بتاع البايركس هنا واوزعه في البايركس كله بالطريقة دي كده. يعني عينيكي بقى ميزان، يعني الحتة اللي تلاقيها محتاجة رز او فيها رز اكتر من التانية ابدأي وزعي عشان الصينية يبقى شكلها لطيف معاكي ويبقى شكلها حلو قدام ضيوفك، لان انتوا عارفين طبعا ان العين بتاكل قبل البق. وبعدين اتبل الرز ببقية الشوربة، طبعا مش ببقيتها كلها، يعني انا عملت صينية تانية لسه عملنا حاجات تانية. هنبدأ بقى نجرنش كده الوش بالصلصة بتاعتنا، وبرضو دي حاجة ترجعلك انتي ومزاجك في التزيين. بصوا انا هعملها زي خطوط بس مش اكتر من كده، يعني مش هعمل زحمة. ونيجي بقى نرص اللحمة عليها، نرص قطع اللحمة. انا كنت سلقة الجزء بتاع الرقبة ده، بيبقى لحمته حلوة جدا على فكرة. وسلقة حتت لحمة حمراء عشان طبعا الولاد مش هيعرفوا ياكلوا اللي هي بالعظم دي. بدأت كده أرص بالطريقة دي كده وأحط لها برضو شوية من الشوربة. نيجي بقى للتقديم، ايه رأيكم؟ دي فتة بالعيش بس، وعليها برضو قطع لحمة، وعملنا شوية محاشي صغننة كده في السريع. ودي طبعا الصينية اللي عملتها معاكم، والصلصة والشوربة والرقاق وجماله حاجة كده خطيرة. الكفتة طبعا طلعت وهمية، والفتة التانية دي زيها بالظبط، بس مجرد ان انا حطيت على الوش صلصة مش اكتر من كده. لو وصلتي بقى لحد هنا من الفيديو، نعمل لايك وسبسكرايب وتدوسي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من ميسوس فاميلي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اترككم بقى في رعاية الله وامنه، واستنوني فيديو جديد من فيديوهات ميسوس فاميلي. مع السلامة.